ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى في وصفة جديدة من مطبخ بسمة وليد على قد الايد، زي ما انتم متعودين مني كل فيديوهاتي على قد الايد. بحب اجيب لكم الفيديوهات السهلة البسيطة اللي تقدري تعمليها وما تكونش مكلفة عليك. تعالوا نعمل مع بعض الرز بلبن. الرز بلبن الجميل الكريمي معاكي وحلو قوي واحسن من بتاع المحلات. كفاية انك عاملاه في بيتك وعارفة اللبن مصدره منين وعارفة كل حاجة بتعمليها بايدك شكلها ايه. تعالي بقى اما اقولك ازاي تطلعيه كريمي كده وحلو وخطير معاكي. اعمليه على طريقتي، مش هتبطلي تعمليه وهتبطلي تشتريه من بره. تعالوا نشوف المكونات معانا ايه. كلها مكونات سهلة وبسيطة. هنجيب حلة فيها مية سخنة على النار، وهنجيب كوباية من الرز المصري، كوباية واحدة من الرز المصري. هنغسلها كويس ونصفيها من المية وننزل في المية السخنة بيها. احنا هنا عايزين كوباية واحدة من الرز بس. هقولكوا دلوقتي الكوباية دي هنطيبها كويس قوي بحيث انها تطيب لحد ما تتهري، وهنحط عليها معلقة سكر. عايزة تطيب طياب جامد، طياب جامد. شفت الرز لما يكون مهري قوي بحيث ان انت ما تحسيش بحبايه الرز، لما يبقى مع اللبن ما تحسيش وانت بتاكلي كده بحبايه الرز. وهنا كان طاب قوي معايا زي ما انا عايزه بالظبط. شوفي تتك على الحبايه كده تلاقيها بتتهري تحت ايدك كده بالظبط. انا عايزاه يوصل لحد كده. لما يستوي معايا كده هنزل عليه باتنين لتر من الحليب. يبقى كوبايه الرز عليها 2 لتر من الحليب، واتنين علبة قشطة، واتنين باكت كريم شانتيه. يبقى تاني 2 لتر من الحليب عليهم كوباية رز. انتي عايزة تقللي المقدار قللي براحتك، عايزة تزودي زودي براحتك حسب الكمية اللي انتي عايزة تعمليها. المكونات اللي انا بعملها دي على 2 لتر من الحليب. هنزل عليهم دلوقتي باتنين علبة قشطة. يا سلام بقى لو قشطة بلدي من بتاعة الفلاحين دي بتبقى جميلة. هو دي قشطة صبحة، بس طبعا مش زي اللي عندنا في مصر بتاعة الفلاحين. انتوا عارفين الكلام ده مش متوفر عندنا هنا في المملكة. هدوبهم، وبعد ما ادوبهم كده في اللبن بالرز هنزل عليهم باتنين باكت كريم شانتيه. الاتنين باكت موجود عندك البواكي الكريم شانتيه دي ماشي، مش موجودة عندك الكريم شانتيه العادي بتاعك اللي هو الكريم اللي بيجي فرط ده، هتحطي على كل كيلو معلقتين كبار. يبقى الاتنين كيلو هتحطي عليهم 4 معالق كريم شانتيه. وهنا عندي 2 باكت من كريم شانتيه. عندي هنا كريم شانتيه بالفانيليا، الباكت يعتبر معلقتين. طبعا انت لو هتعملي بالكريم شانتيه الفرد هتحطي معلقه فانيليا، يعني انت لو هتعملي الفرد هتزودي. هتلاقي البواكي دي موجوده في الهيابر الكبيره او المولات الكبيره، هتلاقيها متوفره يعني ان شاء الله. مش متوفره خلاص اللي موجود. هننزل عليهم بكوبايه مكياليه من السكر. الكوبايه السكر هنا 250 جرام يعني ربع كيلو سكر، وطبعا السكر حسب الرغبه زي ما انت عايزه. هندوبهم كويس ولحد ما اللبن الرز بلبن يسخن معايا، وهنزل عليهم بالنشا. كم معلقه نشا هنا؟ 6 معالق نشا. الكيلو اللبن عليه 3 معالق. طبعا عشان عامله هنا 2 كيلو حليب هنزل عليهم ب6 معالق نشا. هندوبهم كويس وننزل عليهم واحدة واحدة، وطبعا ايدينا في اللبن على طول عشان الرز ما ينزلش منك تحت في الحلة ويمسك في الحلة من تحت او يتحرق منك، فلازم يكون ايدك في الحاجة وانت بتعمليها. هنا دوبت النشا هنزل عليها بالراحة وايدي بتقلب في اللبن، عشان انا مش عايزة حاجة تكلكع معايا، انا عايزاه كريمي ويكون طعمه حلو ويكون متماسك معايا كويس، ما يكونش حتة مكلكعة او حتة عاملة معايا. انا عايزاه يبقى كويس معايا. وهنا كنت نزلت بالنشا وهفضل اقلب فيه لحد ما يوصل للقوام اللي انا محتاجاه. القوام اللي انا محتاجاه هقول لكم زي ايه كده. شفتوا اما بتعملي البشاميل كده للمكرونه؟ انا عايزه القوام ده، ولا عايزاه تخين ولا عايزاه خفيف، عايزاه حلو كريمي معاكي كده. هنفضل نقلب فيه لحد ما يوصل للقوام الكريمي اللي احنا محتاجينه. بس كده بصي هو كده تمام، هو كده تقل معاكي ومسك القوام الحلو اللي انت محتاجاه. ما تنسيش ان هو لسه هيخش التلاجة ولسه هيتقل معاكي وهيمسك معاكي كويس في التلاجة. فانا مش عايزاه يمسك قوي يبقى زي المهلبية، انا عايزاه كريمي زي ما قلت لكم. كده كان فل قوي. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى احطه في الطواجن بتاعتي. انتي حطيه زي ما انتي عايزة، عايزة تحطيه في اطباق وخلاص براحتك، عايزة تحطيه في طواجن وتعملي زي ما انا هعمل دلوقتي اوكي مفيش مشكلة. انا هنا هغرفه في طواجن ليه؟ عشان انا هديله وش في الفرن.
في ناس ما تحبش تديله وشه في الفرن، عادي مفيش مشكله. انت كده الرز بلبن جاهز معاكي وتمام براحتك. ممكن تدخليه التلاجة وعلى كده مية مية. فاللي تحبيه اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، انت حره. انا هنا هغرف الكميه اللي معايا كلها. وتعالي شوفي بقى الرز بلبن هنا كان تحفة لحد هنا، وعايزة تدخليه التلاجة اوكي، هو جاهز معاكي على الاكل. سيبيه يهدى شوية بره، وبعد ما يهدى ابدأي دخليه التلاجة. دخليه التلاجة. شوفي بقى هنا عامل وش جميل مجرد ما برد بس والله. وبعد ما عايزة بقى تشكليه براحتك، لو مش هتديله وش زي في الفرن، عايزة تشكليه حط عليه شوية جوز الهند، شوية زبيب، شوية مكسرات، انت حرة. عايزة تستكفي بيه لحد هنا وتدخليه التلاجة براحتك. هو كده كريمي وتحفة معاكي، وهوريكي ازاي هو كريمي من غير والله ما يدخل التلاجة. تعالوا هنا بقى، كنت حطيته في الفرن وهنا كنت حطيته في الفرن عشان ياخد الوش الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا بتحطيه على الرف الوسط تحت الشوايه لحد ما ياخد الوش التحفه ده. وكان كريمي وتحفه من قبل كمان ما يتحط في التلاجة. لو وصلت لحد هنا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي على قد الايد وسهله وبسيطه. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني. اشتركي في القناه وفعلي الجرس. ولو اول مره تشوفيني، انا بسمة وليد، اشوفكم في فيديو جديد على خير.